السلام عليكم البنات، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. في هذا الفيديو هذا غادي نشارك معكم طريقة تحضير العصير ديال المشماش بطريقة مبسطة، والأهم في ذلك البنات هو اقتصادي ولذيذ. المهم خليكم معايا باش تشوفوا الطريقة بالتفصيل كيفاش غادي نحضر هذا العصير هذا ديال المشماش. غادي ينفعكم بزاف البنات في الصيف، والصيف ما بقى ليها والو غادي تدخل. عندي هنايا نص كيلو ديال المشماش، عندي واحد جوج ديال الشهديات، ولا ما كانش عندكم الشهديه عملوا الخوخ. عندي واحد التشينه وحده، واحد الليمونه. صافي البنات، من بعد ما كنعقم الفروته ديالي كامله بشويه ديال الخل صافي وتنشف، غادي نزول لها العظم ديالها وغادي نعملها في واحد الطنجره. عاوتاني الشهديه كذلك غادي نقيها، غادي نزول لها غير العظم ديالها. بالنسبه للتشينه والليمونه غادي نحك لهم القشره ديالهم. من الاحسن ما تدخلوش في القشره البيضاء باش العصير ما يجيكمش مريور. بالنسبه للتشينه ملي غادي نحكها هي والليمونه، غادي هذاك اللي حكيت غادي نعملو فوق الفواكه اللي قطعت، والتشينه والليمونه غادي نقشرهم وغادي نقطعهم قطع صغيره. كما شفتوا البنات، حاولوا ملي تحكوهم ما تدخلوش في القشره البيضاء باش ما يجيكمش العصير مر. بالنسبه للتشينه والليمونه غادي نقيهم من القشره ديالهم وغادي نقطعهم مربعات ونقيهم. حاولوا تنقيوهم من العظومه باش ما يفلت لكم حتى شي عظم البنات ويجيكم العصير ديالكم مر. صافي البنات، بالنسبه للماء غادي نعمل لتر ديال الماء، وغادي نعمل 100 غرام ديال السكر. السكر البنات على حسب الذوق، عملوا نتوما ديك الساعات غادي تزيدوا. بغيتو تحتفظوا تبقاو عاملين غير 100 غرام بركه، بغيتو تزيدوا غادي تزيدوا بطبيعه الحال. صافي البنات، وتعملوه فوق البوطه واحد 5 دقائق هكاك. صافي واحد 5 دقائق كتشوفوا الفروته ديالكم صافي ما بقاتش، صافي بدا كيدخلها الطياب. صافي زولوها وطحنوها البنات مزيان في ميكسور، ضروري تطحن مزيان. في حاله ما البنات ما تطحنش لكم مزيان صفيوه. المهم انا ملي طحنته صافي تطحن ليا مزيان صراحه، ما صفيتو ما والو، وجا غزال البنات ما شهيتكم فيه. بالنسبه للبنات اللي بغاو يحتفظوا به في المجمد يحتفظوا به. في الاول كيف ما شفتوا هو طاب البنات. صافي هنا دابا زدتو واحد لتر ونص اخر د الماء. اللي بغى يحتفظ به بلا ما يزيدوش هاد الكميه كامله يحتفظ به اذا ثقيل، وحتى يخرجوا عادي يزيد له الماء. كيف ما شفتوا البنات هنا عندي 2 لتر ونص بقى لي في الكوزينه. صراحه كيجي غزال البنات. نتمنى ينال الاعجاب ديالكم، ما تبخلوش عليا باللايكات وبالاشتراك في القناه وبارطاج. جزاكم الله الف خير.